السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل كده النهاردة الجمعة، هنعمل طبق فول بطماطم على السريع. معانا بصل مفروم بالمبشرة رفيع جدا عشان ما يبانش في الفول. هنضيفه على معلقتين زيت ومكعب سمن او زبدة اللي متوفر عندك. هنسيبه يتشوح. معانا 3 طماطمات كبار مقطعاهم مكعبات، ودي 3 فصوص ثوم وقرن فلفل رومي، وهنا 3 اكياس فول كنت مفرزاه هنعملهم ان شاء الله. كده حطينا الاول البصل المبشور على الزيت والزبدة يتشوحوا مع بعض. النهارده بقى الجمعة وده فطار العيلة. عاملين مع الفول بالطماطم ده قرنبيط، ده فطار النهارده يوم الجمعة. كده شوحنا البصل والثوم والفلفل الاخضر. لونهم حلو جدا. هنضيف بقى الطماطم بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وهنسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض شويه. ودي التسبيكه بتاعتنا. حطينا البهارات، فلفل اسمر وكمون وكزبره وملح، وهنسيبها تتسبك شويه كمان. قربت، شايفين الالوان جميله ازاي. اللي بيحب الشطه يحط بقى فلفل حامي او يحط شطه، لكن انا في اطفال فمش مخلياها حاميه يعني. وكده خلاص يا حبايبي اتسبكت قوي كويسه قوي كده. ده الفول، فضينا الاكياس 3 اكياس، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنقله في حاجه واسعه لان دي شكلها صغيره عليه. هنقله في حله وارجع لكم تاني، خليكم معايا اوعوا تروحوا في اي حته. وكده الفول بقوطه بتاعنا خلص. الف هنا، حلو جدا. هنبدأ بقى نقلي القرنبيط ونوريكم الفطار. وكده خلصنا الفطار بتاعنا. ده القرنبيط، ودي بطاطس قطعناها طرنشات صغيرة وعملتها بخلطة القرنبيط، حلوة جدا برضو. وده الفول بالطماطم الجامد. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.